وهلا ويا حلوين، راح نبدي بطريقة عمل البسبوسة بمكونات سهلة. عندنا أول شي سميد الفرخة يسموه، هذا كلش ناعم يخبل بالبسبوسة يصير. وخليت مبروش، نسيت أني ما رديت أصور، بعدين قلت خل أصور لكم. هذا قلاص من الطحين، وهذا البيكنج باودر. ليش شلت الفرشة ما أعرف أني. وهنا بيضاية وليمونة للقطر سويت. هنا خليت قلاص مبروش وقلاص سميد وقلاص حليب، خليت عليه مي حتى أخبط وأبلش بيها. هنا هذا قلاص الشكر، صاروا قلاص سميد وقلاص طحين وقلاص مبروش، 4 قلاصات يعني، حتى متيها عليكم الحسبة. خبطتهم سوية مثل ما تشوفون، هذا شكل السميد اللي لونه أصفر. هنا بلشت أخبط بيهم حتى أجانس المواد كلها، وأخلي البيكنج باودر هو يتخلى بالأخير، يتخلى بالبداية ما يأثر ترى. أكو بيهم يعني بنهاية الخبطة يخلوه عادي ما يأثر، لأن هي رأسها راح نخبطها وندخلها الفرن. هنا هذا الحليب أزيده ماي النوب وأبلش. خليت لارا تخبط، ما شاء الله لارا تفتهم كل شي تسوي ومرتبة. علي ما نطالعة برأيكم. هنا بلشت تخبط تقول لي ماما هاي شلون. هذا الدهن خليت عبارة عن خاشوقتين. أني ما أخلي يعني قياس، عينك ميزانك مثل ما يقولون. هنا بيضاية، ما شاء الله البيضاية كلش كبيرة، طلع بيها صفارين. وهنا زيت حسب أني خليت يعني هم. وهي خبطتهم، رجعت عوزت مي. شوفوا مو قلت لكم عينك ميزانك. هذا حليب لازق بالقلاص، قلت أدير عليه مي وهمتين أدير لحد ما أشوف قوامها تمام. طبعا هنا جبت الصينية حتى أدهنها بالدهن وأخلي لها طحين. مثل ما تشوفون أحب هاي الصينية الدائرية، ما أعرف ليش كل شي بيها يطلع يخبل، حتى لو شي بسيط بس يطلع حلو بهاي الصينية. صينية دائرية كلش حلوة. طبعا دهنتها راح أخلي لها طحين بالمنخل، هو طحين صفر الفاخر، أرقى نوعية طحين، بس أني لازم أنخله حتى لو هو زين وصفر ومنخول وما بيه شي لازم أنخله. هنا راح أبلش. ردت أديرها، لا رقات ماما لا أني تعبت عليها أني أديرها، قلت يلا يابا ديري. دارتها هي هيجي من طبطبها يطلع الهواء من عندها. خليت لارا تغسل ذولي المواعين صارت مال الهوسة مالتنا، وبلشت أني أسوي بالقطر. طبعا قلاص ونص من الشكر، وأخلي قلاص ونص من المي، أقل النص يعني قلاص و3/4، لأن هي أساسا خلينا قلاص كامل ويا البسبوسة صارت حلوة شي أكيد. ففكرت إنه القطر يسويها بعد أحلى. الشيرة هي اللي ما يعرفها اسمها الشيرة، ولها اسم ثاني هو القطر، ملقبيها ومدلعيها احنا الشيرة. خليلها عصرة من الليمون أو اللامندوزي، أنا خليت لها عصرة من الليمون حتى شنو ما تشكر. خليتها على النار، وهسه من تفور أشوف لكم شكلها بين يصير قوامها مرغوب. وهنا البسبوسة بالفرن عيني شكلها يخبر، ريحتها بعد أطيب. وهنا بلشت تفور عندي الشيرة وتثخن، ما أريدها كلش ثخينة، لأن أريد البسبوسة تشرب بيها مثل ما تشوفون شلون. واحدة من عندهم باردة تكون، الشيرة شبه باردة يعني مو باردة دافية. هنا قصقصتها وتشربت، شربت ورجعت النوب خليت لها. كلش طيبة تجنن، سويت فيها شاي مر، لأن هي حلوة أساسا، شكلها يخبل بس لأن حارة يعني ما شاء الله بثولت كلش. أشوفكم على خير ومع ألف سلامة.